يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. طبعا كلمة الأكل شائعة في القرآن، لكن ليست كلها طعاما، لأن معنى الأكل معنى أن يأكل الإنسان، أن يمضغ شيئا ويبتلعه. معنى كلمة أكل أنك مضغت شيئا ما. دي شنو اللي عملت ده يا نفيسة؟ عملت شنو؟ خدت لي كيس نفايات بري يا نفيسة وكمغ مخلياه مفتوح. يا سلام عليك، اعمل لي شنو؟ ما كيس وساخة، حلة لحمة ولا حلة كبدة؟ لا حلة لحمة لا حلة كبدة، نفايات وسخ يعني. لكن يا أستاذة لما تخلي الوسخ بالطريقة دي مفتوح، بالذات النفايات الرطبة دي، الضبان حيجي يتلم فيها. معناته الضبان ده حيجينا نحن عشان يركلنا في الأكل، حيجي يسبب لنا نحن أمراض. أمراض شنو يا راجل؟ كيف أمراض شنو يا نفيسة؟ دايرني اودي لك وين؟ كيس وساخة وخطيته جنب باب الشارع معزز مكرم، دايرني ارجع لك في البيت الفاضي هناك بتاع صاحبك ده ولا ارمي لك في الخور؟ لا 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 يا اختي، لا تخطي في الخور لا في بيتنا الصاحبي. شنو معزز ومكرم؟ انت لو بتعرفي النفايات معزز ومكرم أس عليك الله. اللمة الجرجير مع الحديد شنو؟ ما وساخة، شلتها لميتها وجدحتها في الكيس، اوديها لك وين؟ لا 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 ما وساخة، لا ما وساخة. كم ما عارفة قولي لي وريني عشان أوريك. ما وساخة يا نفيسة. في حاجة اسمها نفايات رطبة ونفايات صلبة. النفايات الرطبة برا والنفايات الصلبة برا. والنفايات الصلبة دي شنو يا أخوي؟ أيوة كلميني عشان أنا أوريكي. النفايات الصلبة يا ست، أول حاجة عندك الحديد الحشر لنا هنا ده، وعندك الخشب، عندك الكريستالات، عندك الباغات والمعادن. أول حاجة كده بتضر الزول اللي بيجي يشيل النفايات، عشان هو ذاته يشيلها مفروزه، عشان ما يدخل يده جوا الكيس ويقوم يتعوق بالحديد. عشان كده بنفرزها نحن النفايات برا، الرطبه برا والصلبه برا. وتقومي تكفليها كويس، تربطيها وتخطيها برا. لما تسمع الصفاره بتاعت عربيه النفايات، يعني ما تمشي تقدي عليه في الخور وزي صاحبتك علويه في النمر الفاضيه. سمعتي الكلام ده؟ واهم حاجه نفيسه تربطيها. كررت عليك كثير، تربطيها يا نفيسه. سمح يا حاج نظرية. لا ما سمح، الكلام ده لازم يتحفظ صم. يا ماما حاولنا نربط الكيس جيدا. يا إما كيس السواد والرماد، أربط الكيس جيدا وأفرز الكيمان، الرطبة برا والصلبة برا. طيب، وتاني شنو يا ربي؟ تاني شنو يا نفيسة؟ تاني نحط النفايات في المكان المخصص لها. بدين تحفظيتي. ده شنو يا ابوي؟ مش كنت ما نرمي النفايات اللي في المحلات المخصص لها؟ سكتي، امك بتسمعنا. سامعة.